بجد يا روح آدم، والأيام هي اللي هتثبتلك الحب ده. بس أنا قلتلك بحبك، مفيش وأنا كمان يا حنون. إيه البخل ده؟ بس بقى بطل رخامة. أحب أنا الطماطم. طماطم؟ خدودك دول لما بتتكسفي بيبقوا شبه الطماطم. ضحكت حنين وآدم وقالت في نفسها ربنا أكيد بيعوضني بيك يا آدم، ونسيبهم بقى مع بعض. وعندي سيف وتسنيم. يوسف بيتصل بتسنيم ويقول لها إن هو هيتأخر شوية على ما يروح لها الغردقة. وطبعا سيف فرحان جدا. وبيجي الليل على أبطالنا في بيت عز الدين. بيروح يوسف لأوضة روضة وبيقول لها روضة هاتي تليفونك عشان عايزه ليه؟ عايزه هاتيه بقى، خليكي جدعة. أما تقولي الأول عايزه ليه؟ عايز نمرة ميرنا. ارتحتي؟ مش هديهالك. هعملك اللي انت عايزاه بس هاتيها. انت بتحبها يا يوسف؟ انا معجب بيها بس، وعايز اتأكد اني بحبها باني اكلمها واتعرف عليها. روضة حست الصدق من اخوها، بس هي ممكن تزعل مني. ما تقلقيش، هقول لها ان انا اللي اخدته من على تليفونك من غير ما تعرفي. ماشي. واديت له الرقم وراح يوسف واتصل بميرنا. ميرنا قالت ايه ده، رقم غريب، يا ترى مين؟ الو، مين؟ واحد معجب بيك. مساء الاستظراف، لو ما قلتش مين هقفل. انا يوسف. يوسف؟ وجبت رقمي منين يا سي يوسف؟ بطريقتي يا ميرو. طريقتك؟ انت عايز مني ايه يا يوسف؟ انا معجب بيك وكنت عايز نتكلم مع بعض عشان نتأكد من مشاعرنا. انت تتأكد؟ انا مالي؟ انا معجب بيك واظن انك انت كمان نفس الشيء معجبة بيا. ايه الثقة دي؟ بص يا ميرنا، انا معجب بيكي. انا بقولك ناخد فترة نتكلم مع بعض، واما نتأكد من مشاعرنا نبقى ناخد خطوة بجد. ميرنا بتفكر في كلام يوسف. ماشي، موافقة يا يوسف، ندي لبعض فرصة للتعارف. شكرا يا ميرنا. ماشي، بس انا مضطرة اسيبك عشان اروح انام. سلام. ماشي، سلام. وبيروح كل واحد فيهم في النوم وهو بيفكر في التاني. وعند تسنيم وسيف بعد يوم عمل بيروح كل واحد فيهم لأوضته، ولكن في أوضة سيف بيخبط باب أوضته. مين؟ وفتح الباب لقاها مايا. مايا، انت جاية دلوقتي ليه؟ في حاجة؟ لا مفيش، كنت جاية اطمن عليك بس. انا كويس، يلا امشي عشان ما ينفعش تبقي موجودة عندي في الوقت ده، ونبقى نتكلم بعدين. وقت ايه اللي متأخر؟ دي لسه الساعة 12. طب يلا امشي. حاضر، بس ممكن تطلب لي قهوة واشربها وبعدين امشي؟ حاضر. وطلب سيف القهوة وجات القهوة وهي بتشربها وقعتها على نفسها. سيف، القهوة وقعت عليا، دي سخنة قوي. انت عيلة يا مايا، ازاي توقعي القهوة على نفسك؟ تعالي معايا بسرعة على الحمام. وفي الحمام مايا ابتدت تقلع هدومها. سيف قال لها انا هطلع اشوف لك حاجة تلبسيها من هدومي على ما نشوف حل للمشكلة دي. وبيروح سيف يجيب لها هدوم من بتاعته. وفي نفس الوقت تسنيم بتخبط على الباب. مين؟ نسا تسنيم، خير في حاجة؟ أنا آسفة جدا يا فندم، بس كنت عايز أخد رأي حضرتك في اللون بتاع المطعم بتاع القرية. سيف بارتباك طب ممكن الصبح نتكلم يعني، عشان أنا هنام دلوقتي. وفي نفس الوقت بتخرج مايا وهي لافة فوطة على نفسها وبتشوفها تسنيم وبتقول أنا آسفة وبتمشي بسرعة. سيف بص لمايا وقال لها انت ايه اللي خرجك كده من الحمام؟ انت هبلة؟ انت ما جبتش الهدوم، افضل قاعدة في الحمام يعني؟ اتفضلي الهدوم، ادخلي البسي يلا. مايا بتدخل تلبس وبتخرج تقوله طب انا همشي ازاي دلوقتي؟ مش هينفع اخرج كده. تخرجي ولا تولعي، انا مالي، انت اتحدفتي عليا منين؟ اطلعي بره. انت اتضايقت عشان الست هانم شافتني عندك صح؟ بس مش عارفة ذوقك فلاحي قوي كده ليه؟ حد يسيب مايا وياخد القرف دي؟ ما استحملش سيف الكلام وقام بصفعها على وشها. انت بتضربني انا عشان البت دي؟ انا هتجوزك يا سيف وبكره هتشوف. مشيت مايا وهي بتتوعد له انها هتتجوزه. نام سيف وهو متغاظ من مايا، هو ازاي ان هو هيتجوزها وازاي تكون واثقه للدرجه دي. اما تسنيم فنامت وهي بتفكر وفي نفسها بتقول خلاص لازم انساه، كفايه جرح ووجع ولازم انساه. وبتخرج مايا وبتتصل بأمال عشان تعرفها باللي عمله سيف معاها. وبتتصل أمال بنهال أختها عشان تعرفها باللي عمله سيف وإنها مش هتجرح بنتها أكتر من كده وإنها هتمشي هي وبنتها. وكالعادة نهال بتخشع لأمال وبتوعدها بإنها هتجوز مايا لسيف وإنه مش هيتجوز غيرها. وبتفكر نهال بطريقة تجوز بيها مايا لسيف وما بتلاقيش حل، ولكنها بتتوعد إن هو هيتجوز مايا. وفي الصبح في شركة الأنصاري
حازم بيقول لروضة: صباح الخير يا رورو. صباح الفل. هو انت كل شوية هتنطلي هنا ولا ايه؟ عايزين نشتغل. اولا انا جاي اشوف حبيبتي رورو، ثانيا انا اللي بدربك، انت فقدتي الذاكرة ولا ايه؟ ماشي خلاص. وحشتيني على فكرة. وانت كمان يا زومة. طب ايه، مفيش تصبيرة كده؟ اتلم يا حازم. بحبك يا مجنناني. بحبك يا قلبي. وفي نفس الوقت بتدخل ميرنا وبتقول: انا من رأيي نجيب 2 ليمون بالشنيموه وشجرة. روح يا ميرنا، ادم بينادي عليكي. انا لسه جاية من عنده وسبت حنين هناك. كده ينفع؟ هنقطع على بعض. امشي بقى. انا ماشي، سلام يا رورو. وبيبعت لها بوسة على الهوا. ميرنا بتقول لروضة: ايه يا رورو، انا شايفة ان الجو لفلافة. ايه من ورايا؟ ده نميرو بردك. اسكتي بقى يا راديو. انا بحب حازم، بحبه يا ميرو قوي، بموت فيه. اصل الحب ده حاجة جميلة، بتخليكي حابة المكان اللي حبيبك موجود فيه وبتحبي الحياة. وايه تاني يا عم النحنوح؟ اتلم يا بت، ما انتي متنيلة زي انتي كمان، كلنا في الهوا سوا يا اختي. ميرنا بارتباك: قصدك ايه يعني؟ يوسف يعني ياخد نمرتك وانتي لما بتشوفيه بتبقي مش على بعضك، يبقى ده اسمه ايه؟ يا واطية، يعني انتي اللي اديتيله النمرة؟ اتنيلي، يعني ما كنتيش عايزاه ياخدها؟ طب كلمتيه ليه؟ بصراحة انا معجبة بيه، بس هو شكله لسه ما حبنيش، مجرد اعجابه بس. يوسف بيحبك، طالما حاول وكلمك يبقى اكيد بيحبك. بجد؟ يعني هو بيحبني؟ هيه اعقلي يخرب بيتك، يقول عليكي ايه؟ واقعة. ونسيبهم يكملوا كلامهم ونروح لسيف وتسنيم. تسنيم طول الوقت بتتجنب سيف وبتتجنب الكلام معاه، وجه وقت الراحة. تسنيم عايزك. اسفة مش فاضية. سيف شدها ومشي بيها المكان بعيدة عن الشغل. اللي انت شفتيه امبارح ده انت فهمتيه غلط. عادي، ما فهمتش غلط، وانا مالي بيكوا بتصرفاتها. هي بس كانت عندي والقهوة وقعت عليها، وعشان كده دخلت تاخد شاور وتغير هدومها. عادي، انا ما فهمتش غلط وما يهمنيش اعرف الحقيقة. لازم تعرفي ولازم تصدقيني. تسنيم بصوت عالي: لازم ليه؟ لازم اعرف الحقيقة ليه؟ مهتم ان اعرف الحقيقة ليه؟ رد عليا. سيف ما ردش. اما يبقى عندك اجابة ابقى تعالى قولي. سلام. واثناء ما هي ماشية: عشان بحبك. تسنيم وقفت مصدومة من اجابته، فكمل سيف وقال: بحبك، ومن اول ما شفتك كمان وانا بحبك، وطول الوقت بحاول اطلع حبك من قلبي ومش عارف، وكل يوم حبك بيزيد في قلبي. بحبك وبعشقك كمان. انت بتحبيني ولا جيت غلط؟ تسنيم ما ردتش. انا اسف اني اندفعت في مشاعري، واوعدك اني مش هضايقك. وقبل ما يمشي تسنيم رمت نفسها في حضنه، وتمر الايام على هذا الشكل، وتنتهي القرية السياحية، ويرجع كل من تسنيم وسيف من الغردقة، بس المرة دي قاعدة جنبه في الكرسي الأمامي. وفي العربية تسنيم قالت له: أخيرا رجعنا. انت مش عارف البلد وحشتني قد ايه، واخواتي كمان، ويوسف الندل ده. يعني أنا مش هوحشك لما مش هتشوفيني كل يوم؟ تسنيم بخجل: أكيد. أكيد إيه بقى؟ معقولة أشحت منك الكلام؟ سيف يو بقى كده كتير. على العموم أول ما هنرجع هكلم بابا وماما في موضوعنا، ونتجوز يا جميل، وتبقي مراتي، وأقوم الصبح وانتي في حضني، ونعيش مع بعض أسعد أيام حياتنا. تسنيم واللي بلغت قمة خجلها ما كانتش بترد عليه. أنا نفسي أعرف انت بتتكسفي على طول كده ازاي، ولا أنا اللي بجح؟ وفي مكان تاني في الشركة بالتحديد عند آدم وحنين، حنين قالت: لحد امتى يا آدم هنفضل كده؟ انت كنت بتتسلى بيا يا آدم، وقلت معايا يومين ونخرج، واهو انت مش خسران حاجة. انت هبلة، انت أكبر من كده، انت فاهمة؟ وبعدين أنا يا حنين أتسلى بيكي؟ انت عارفة انت ايه بالنسبة ليا؟ أنا بس كنت مستني بس لما سيف يرجع عشان نتكلم أنا وهو مع بابا وماما ونقنعهم مع بعض. اقناع؟ للدرجة دي جوازي منك صعب؟ مش كده، انت ليه بتفهمي كلامي دايما غلط؟ أنا قصدي إن أنا الصغير وهو الكبير، والمفروض هو اللي يتجوز الأول مش أنا. ولكن هو عارف إن ده مش السبب الحقيقي، وإن السبب عشان خاطر ظروف حنين. حنين قالت بشك: ماشي هصدق يا آدم، بس تعالي هنا قوليلي انت حلوة قوي كده ليه؟ آدم اسكت، هو انت كل شوية تقعد تعكسني كده؟ أنا ماشية، سلام. آدم بعد خروج حنين قال في نفسه: يا ترى موضوعي معاكي هيوصل لفين يا حنين؟ ربنا يسهل وسيف يعرف يتصرف. وعند روضة وحازم، حازم كان بيقول: أنا عايز أفهم بتحبيني إزاي، وإزاي مش عايزانا نتجوز؟ افهمني يا حازم، أنا لسه بتدرب على الشغل، لسه ما بدأتش حياتي ولا أخدت خطوة في مستقبلي، والجواز هيعطلني.
يعني انت عايزة نفضل كده نحب في بعض وخلاص؟ انا خلاص ما عدتش قادرة استحمل بعدك عني. افهميني بقى.